انا فاتحه براند اسمه اس اي على الانستجرام بيبيع لبس وكده، وصراحه انا عندي مشكله لان في عميله رجعت الاوردر بتاعها عشان جوزها قال لها ان اللون بتاع القميص طفيكي، فانت لازم ترجعي الاوردر دلوقتي حالا. طب مبدئيا انا مش عاوزك تزعلي، فلوس الاوردر عندي. حاسس ان انا سمبا قوي، صح؟ انا بس على ما اظن ان جوزها قرف من كتر الاوردرات. والله الاوردر ده انا طالباه من شهرين ثلاثه، ده لسه واصل لي النهارده على حظك، وانا مش موجوده في البيت النهارده، انا بالصدفه مش موجوده ومضطر ان انت تحاسب. اصل هعمل لك ايه يعني؟ فقال خلاص بقى، اي حاجه هتجيلها بعد كده هيطفشها. يعني لو جابت حاجه غامقه هيقول لها لا والله طفيك. مش عارف يعني ايه طفيها، مش عارف. ما تفتح بالطرح. هتفتح على الطرحه، فاهم؟ فكده بلتة الوان، فاهم؟ ما ترمي الابيض على الاسود يا صاحبي، وهي اللي معاك رمادي والدنيا ماشيه يعني. لو جابت حاجه فاتحه، لا والله متخنك. طب نجيب غساله بتبوظ الهدوم. طب نجيب مروحه، لا بتزود الهموم. طب نجيب تكييف بيصحيني من النوم. طب اجيب بوتاجاز بغير عليكي من العيون. حاسس ان انا في قافيه هشام الجخ داخل بايه. حاسس ان انا براب اعمل تراك دلوقتي. هاتوا لي احمد سانتا نفري ستايل قدام بعض. وفي مناقشات بقى كتيره مع جوزها انه خليها القميص عاجبها، لا انا عايزه ارجعه عشان هي طفيها وانا مش حابب القميص. انا دلوقتي بفكر ايه يا ترى لون القميص اللي انت بعتيه وجوزها ما عجبوش. اصل انا شايفك اهو لابسه اسود وما شاء الله، انا موطي البرايتنس بتاع التليفون على الاخر حاجه وانت منوره. فاللي انا متاكد منه دلوقتي ان اكيد المشكله مش في لون القميص ولا هو طفيها ولا حاجه، هو جوزها اللي طفيها. كنت لما اقول مشاكلي الناس بينفضولي، طب حد عنده حل يقولولي مش ضروري، لكن دلوقتي بقول شور علينا شوري.